اوكي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ دي هتكون اول سيشن في سلسله الانترفيوز مع الشباب اللي واخدين scholarships. اول سيشن معانا هتكون مع آية أيمن. آية هي student in ALA year 1. هتكلمنا عن ALA scholarship وتجربتها مع الدراسه هناك، ومع الاكسبيرينس بتاعتها في المدرسه والدراسه في جنوب افريقيا وما الى اخره. ازيك يا آية، عامله ايه؟ سنة طيبه. الحمد لله تمام، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد إن شاء الله. ان شاء الله. هنعرف بنفسنا الاول. احنا انا وعمر علاء وده مصطفى عياد، احنا الفاوندرز بتاع تيم جلوب جيترز. أهلا آه ف... وسهلا. فممكن ايه تبدأينا تعرفيها بنفسك كده، تعرفين عن ايه بايه؟ أنا آية أيمن، عندي 19 سنة، وير 1 في ALA. اهلا وسهلا بيك. ايه أهلا وسهلا. ممكن تعرفينا بقى ايه هي ايه الايه دي اصلا؟ أوكي، ALA هي African Leadership Academy. هي عبارة عن منحة بتاخدها تيجي تدرس في أفريقيا. الدراسة عبارة عن، انتوا عارفين طبعا ال IG system، فانت بتدرس A levels. ما هو السيستم ما هو إلا إنك بتختار 2A levels besides الماس. عندك الماس فيه 4 levels. حلو. فأنت بتختار على حسب البليسمنت تيست اللي بتاخده لما بتيجي، فهو بيحطك انت في انهي مكان بالظبط. وبجانب طبعا الكور كورسز اللي هي الكريكولم بتاع ALA نفسها، which is OMANG African Studies و WNR Writing and Rhetoric. بس African Leadership Academy بتوفر حاجات كتيرة جدا جدا جدا، زي مثلا clubs، sports، حلو قوي. societies مختلفة. ايه تاني؟ community service opportunities. فالموضوع لذيذ يعني هنا لو انت بتحب تعمل extra curriculum كتير يعني. حلو حلو قوي، مدرسة جميلة على كده. طيب، ايه هي الeligibility ان طالب يخش المدرسة دي؟ يعني الكرايتيريا بتاعهم اللي هو اللي ايه، ازاي يبقى يعني ايه الطالب محتاج يبقى عنده عشان يبقى eligible وهو يقدم على المدرسة اصلا من الاول؟ هو تمام. المفروض بص، الأكاديميكس مش بيهتموا بيها، مش بقول إن هي يعني ما بتبقاش أول حاجة بيبصوا لها، بالذات في الأدميشن. فيعني في ناس كتيرة كانت بتقعد تسألني هو الأكاديميكس المفروض أبقى بقفل وبتاع أو بطلع على الأقل من الأوائل. ما أعتقدش خالص، لا، ما يعني في ناس هنا عادي جايين من غير solid باك جراوند، يعني عن أي subject معينة أو عن عموما في الأكاديميكس. فالأكاديميكس ما أعتقدش إن هي خالص هدفهم الأساسي. انا شايفه ان دايما بيبقوا مركزين قوي 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 في الابليكيشن بتاعهم، او عشان هم يختاروا الناس وان يجوا هنا في الادميشن بتاعهم، ان بيختاروا، بيشوفوا انت عملت ايه كليدر، يعني في الليدرشيب ايا كان اللي انت عملته. واللي اتصدمت كمان ان في ناس جت هنا مثلا عشان كانت بتقول انا كنت باخد بالي من اخواتي الصغيرين، كنت بقعد معاهم كذا 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 هو وبعلمهم بيشيل المسؤولية من بدري يعني. بالظبط. فهم بيشوفوا قوي انت بتعمل ايه، الرول بتاعك في كليدر، يعني في الليدرشيب ده بيهتموا بيه قوي. فايا كان اللي انت عملته بيبقوا عايزينك تبرز اكتر حاجة. ايه الحاجة اللي انت فتها في اللي انت عملته، فت اللي انت ايا كان اللي انت متارجته، ككوميونيتي سيرفيسز، في المدرسة عندك معينة. يعني انا مثلا كنت متارجته مثلا المدرسة عندي، فكلمت انا عملت ايه بالظبط فيها، حلو. ايه كان الرول بتاعي كليدر فيها كده. يعني دلوقتي لما حد يجي يقدم يركز في الابليكيشن بتاعه على حتة
في حته اللي شايل فيها المسؤوليه، كان ليدر في تيم، ماسك كلاب، الحاجات دي كلها اللي بتبين اللي هو بالظبط كان قد المسؤوليه يعني. بالظبط. ومش لازم خالص أبقى انا الفاوندر بتاع اي كلاب عشان الناس بتفتكر ان ده الاحسن. لا خالص، انت ممكن تبقى ممبر في كلاب بس عامل حاجه فيه. فانت لو ممبر وفعلا عامل حاجه وفي رول فعلا باينه ان انت عاملها وكده، ده بيبقى احسن بكتير يعني. جميل، حلو قوي. طب بالنسبه لباقي الاكسترا كريكولرز يعني بيركزوا معاها بأنهي شكل يعني؟ بنسبه قد ايه مع الليدرشيب؟ هما تلاقي في اساس يعني محترمه شويه في الاكسترا كريكولمز، بس يعني انا شايفه ان انت اي حاجه عموما بتعملها المفروض تكتبها يعني. والناس اللي هي عايزه تقدم، فانا شايفه ان انتوا يا جماعه ادخلوا في كذا حاجه عموما وجربوا كتير 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 عشان تعرفوا بعد كده تلاقوا حاجه تتكلموا عنها يعني. فانا مثلا برضو اتكلمت عن انا لعيبه كاراتيه، معايا الحزام الاسود، فانا اتكلمت عن ماي كاراتيه جورني في حياتي يعني. فالموضوع كان بالنسبه لي سهل شويه لان كان عندي اوريدي حاجه اتكلم عليها يعني. حلو، يعني الحاجه دايما مش بتبقى مقتصره على حته الكلابس او التيمز، يعني حتى لو لا خالص. هوبي او انا سبورت فاهمه هو قصدك. بيتدرب عليها، هي دي بتساعده ان هو يبقى eligible برضه على المدرسه. بالظبط. او كورسز بتاخدها، يعني انت كورسز بتاخدها بره الاكاديميكس خالص، زي مثلا بروجرامينج، اي حاجه ارت. بيهتموا هنا قوي بالارت والميوزك. فاي حاجه بتلعب انسترومنت يعني في الميوزك، ايا كان اللي انت بتعمله، مش حاجه معينه خالص. حلو، حلو قوي. طيب هما مش بيركزوا على الاكاديميك بس، ستيل الاكاديميك دي حاجه مهمه. ايوه، بس انا قصدي مش لازم تبقى الواو يعني، مش لازم تبقى من العشرة الاوائل على المدرسه. مش هقول لك على مش لازم ايوه، خالص. ايوه، بس تمام. ده ما يمنعش يعني مثلا لو قلنا في المجمل overall B it's fine يعني. حلو، يعني في حته افريج يعني. بالظبط. طيب حلو. في حته الفاينانشالز بقى بتاعت المدرسه، هل بيغطوا تكلفه كامله على التعليم هناك ولا لا، وبيغطوا ايه بالظبط الفاينانشالز؟ هي مش بتبقى full scholarship، هي بتبقى partials. partial scholarship. ايوه. وهي بتبقى بتختلف طبعا من كل واحد واحد، حتى لو انتوا من نفس البلد هتلاقي مختلفة تماما. يعني هتلاقي حد واخد سكولرشيب يعني إلى حد ما مغطية كل حاجة، وحد تاني لأ، فاهم؟ فهي مش على حسب مثلا أقول ده في مصر فبيدوا سكولرشيب كويسة، لأ خالص. فهي بتختلف من شخص لشخص. بتختلف طبعا بيزد على لو عندك اخوات مثلا، ففي هم داخلين في مدارس، على طبعا الانكم اللي هو المرتب بتاع بابا او ماما. على بقى بيقعدوا يسألوك شوية أسئلة مثلا في حوار ايه الأجهزة اللي عندكم في البيت، تكلفتها كام، عندكم عربية ولا لأ. يعني بيشوف اه. المكانة المادية بتاعت العيلة الأول، وده بيدخل بشكل أساسي في حتة الفاينانشال. جدا طبعا طبعا. ويا جماعة لو انتوا بتكتبوا، عشان في ناس غلطت الغلطة دي، بنكتب بعملة البلد اللي أنا منها. تمام. يعني من مصر احنا نكتب بالجنيه طبعا، عشان في ناس كانت بتكتب بالدولارز، فالموضوع كان صعب قوي في الفاينانشال ايد بتاعهم في الباكج يعني. بس فلما بنيجي نكتب بالجنيه، بنحدد ان ده الجنيه المصري يعني. بس اوفرول مفيش فول سكولرشيب؟ لا خالص، ما طب فيش خالص. وباقي التكلفة بتبقى يعني الشخص ممكن أو الطالب ممكن يتكفلها ازاي لو هو مش مقتدر اللي هو يعملها؟ يعني هي جات له هو بارشل بس هو مش قادر يكمل. بيعمل ابيل لو هو دلوقتي قدم على فاينانشال ايد، تمام، فبيجي له الباكج بيتبعت له. حاسس ان هو لا مش هقدر ان انا ادفع المبلغ ده، فبيعمل حاجه اسمها ابيل. ان هو انا ما عملتوش صراحه يعني. انا كأي ما دخلتش في البروسيس دي، بس اعرف ناس كتير دخلت ان هم عملوا ابيل تاني، فالحمد لله قدر ان هم يقللوا المبلغ بتاعهم تاني. حلو. والسكولرشيب تبقى شاملة برضو الإقامة هناك والترافل كوست وكل الحاجات دي؟
كله، بس هي ستيل برضو بتبقى على حسب، يعني في ناس بس مش مصريين، يعني اللي عرفته هنا ان في ناس من دول تانية بيدفعوا جزء وفي نفس الوقت بيتكفلوا بالفلايت تيكت مثلا. المصريين كلهم لا، المصريين هنا كلهم شاملة كل حاجة السكولرشيب بتاعتهم يعني. طيب حلو قوي. طب financial aid ده بنجهز له ازاي مثلا حتة الابليكيشن يعني؟ هو بيبقى يعني هو حرفيا البروسيس مش صعبة خالص، سهلة، وبيبقى مكتوب لك كل حاجة انت المفروض تبعتها. مثلا لو انت عندك عايزين، بيبقوا محتاجين مثلا لو عندكوا اكاونت في بنك، فانت بتبقى محتاج بنك ستيتمنت، ده ضروري لازم يتبعت. لو لو انت مثلا في شقة وبتاع، فانت بتبدأ تشتغل في الحاجات دي بدري عشان بتاخد وقت عقبال ما بتروح تطلعها وكده، فاهم قصدي؟ ايوه فعندك مثلا لو انتوا قاعدين في شقة إيجار بتجيبوا ورق بكده، لو عندك شقة تمليك بتجيب شقة انكم مالكين الشقة دي مثلا. عربية نفس الحكاية. ايه تاني؟ انا بحاول افتكر انا كنت بجيب ايه مثلا. لو عندكوا اللي هو بيبقى في البريد، الدفتر اللي في البريد، انا معرفش. حساب ده بريدي. ده بيبقى دفتر اللي هو لو انت مثلا حاطط فلوس في البريد، ماشي، ده بتروح تجيب برضو، او بيبقى معاك دفتر كده، فده بتصوره لهم، ايوه بتعمل له سكان وبتبعته. فبتبعت حرفيا، هما بيبقوا قايلين لك تبعت كل حاجة، يعني كل حاجة بتكتبها بتبعت قدامها ال الورقة بتاعتها، يعني الاوفيشال بيبر يعني. ايوه. طيب بالنسبة للمصاريف الطالب نفسه هناك في المعيشة وكده، يعني هل هو بيبقى مسؤول عن مصاريفه الشخصية ولا بيبقى في بوكيت ماني؟ بيقدموا على بوكيت ماني هناك؟ لا هما فاهمة قصدك ايه، ليه مش بتوفر بوكيت ماني، بس ستيل برضو آه هي بتختلف جدا جدا بجد من شخص لشخص. طالب انا مثلا اه بجد بتختلف قوي. في ناس بتصرف بالهبل، وناس حرفيا ممكن، انا متأكدة مثلا من اول سنة ما تلاقيهاش صرفت يعني $10 مثلا، فاهم قصدي؟ فهي بتختلف فعلا من شخص لشخص طبعا، ومن بلد لبلد اكيد طبعا، عشان هما بيحولوا العملة اللي هنا اللي هي الراند، فبيحولوا لها، فبتبقى على حسب. فايه تاني؟ افريج مش يعني، لو انت مثلا بتحب تاكل اكل ايه ليه مثلا، وهم الصراحه بيوفروا كل حاجه، سناكس، وبيوفروا فطار وغدا وعشاء و3 سناكس في اليوم. ولو في مثلا بيبقى دايما بتلاقي في بقى حاجات بيقعدوا يدوها لنا بتاع اكستراز، حاجات كده بيقعدوا يدوها لنا. فانت لو بتحب الحاجات بتاعهم واكلهم، فما اعتقدش ان انت هتحتاج تصرف اي حاجه خالص. حلو. لكن لو انت بيكي ايتر زي كده، انا مش بحب قوي اكلهم، فبضطر اصرف، وستيل برضو مش يعني اوفرول ما بعديش في الترم مثلا $40 مثلا. ده حلو. كويس يعني، وبتختلف ستيل برضو من شخص لشخص يعني. يب يب. طيب احنا قلنا ان هو لما بيجي الطلاب بيقدموا بيركز اكتر على حته الليدرشيب وكده. طيب هو بيركزوا اصلا ايه؟ في حته الليدرشيب. اه طيب هو اصلا ايه الفرق ما بين التعليم في مصر والتعليم هناك في ايه؟ أه كقصدك كسيستم يعني، ولا كسيستم، احنا قلنا كسيستم الحاجات اللي بيتعلموها، فكبرضو ايه الاوبورتيونيتيز اللي بتفتحها المدرسه ليهم؟ هكذا ايه السكيلز الجديده اللي ما كانوش يتعلموها في مصر اصلا؟ بص، انت لو في مدرسة مش خاصة، مدرسة عادي حكومي، فمثلا لو جينا اتكلمنا على الكلاس انفايرمنت مثلا، فهتلاقي الكلاس هنا طبعا قليل جدا، يعني ما بنعديش ال20، ده لو وصلنا لل20 اخرنا مثلا في كلاسز 10 وفي كلاسز 15 وكده يعني. ده مثلا طول ما انت انا عن نفسي يعني في الكلاسز بتاعتي بيبقى فيه discussions كتير قوي، even في اللي هي الساينسز، او اللي هي السي اي ايز، لان احنا عندنا زي ما قلت لك كور كورسز وسي اي ايز. السي اي ايز اللي انت بتختارهم، والكور كورسز. ففي الكور كورسز كده كده بيبقى فيه بيبقى ما هو الا discussions في الكلاسز. انت بتتكلم طبعا عن افريقيا، وبتتكلم عن
بيجيب لك سامبلز كده من رايتنج بتاع ناس معينة وبنقعد نتناقش فيها وكده. في السي اي ايز نفس الحكاية، بنفتح مثلا، احنا دلوقتي عندنا النهاردة الشابتر بتاعنا مثلا هيبقى عن الكتريستي مثلا في الفيزيكس مثلا. بيبدأ الماستر بيقعد يعمل ايه، يبدأ الأول يورينا الكونسبت، يسألنا ندسكاس معاه الكونسبت، احنا عارفين ايه كده. مش زي مصر مثلا يديك الحاجة ويقعد يشرح لك يشرح وخلاص، فاهم؟ ايوه فلا، هنا بندسكاس الأول الحاجات اللي احنا الكونسبت اللي بناخدها، وبنبدأ بقى نشوف نابلاي، بنقعد نابلاي في الكلاسز. طبعا عندنا طبعا براكتيكال براكتيكال بجد، يعني مش براكتيكال بتاع مصر. ايوه. طيب لو دخلنا في حته طلاب ستيم بقى، يعني طلاب ستيم برضو يبقى مفتوح لهم حته الاوبورتيونيتي بتاعت الدسكشن وحته العملي بجد والحاجات دي كلها. جدا. ايه الفرق ما بينها بقى يعني ايه هتوفر ايه زياده عن ستيم مثلا؟ انت قصدك كستيم في مصر، يعني ستيم كستيم سكول في مصر، ستيم سكول في مصر. انا ما مش كنتش STEM ستيم في مصر، بس اعتقد يعني اللي انا فهمته من الناس اللي كانت في ستيم هنا مثلا، ان لا، برضو ستيل الليرنينج انفايرمنت حواليهم بتبقى مختلفة تماما تماما. وكمان في حاجة كمان في السي اي ايز مثلا، طريقة كامبريدج، احنا اغلب الناس لو في ثانوية عامة او كده، اغلب الناس جايين متعودين على ام سي كيوز. ما اعرفش في ايوه ستيم برضو غالبا، صح؟ ستيم ام سي كيو. ايوه. هنا حرفيا انت ما عندكش غير في بيبر 1 بس هي بتبقى ام سي كيو، والباقي اي بيبر تانية بتبقى كلها شغل، كتابة سي. فكتابة، ولازم تشو يور وركينج وحاجات كده بقى كتير. فبتيجي في الأول، يعني أنا خدت حبة كلها، يعني كل الناس بتيجي في الأول بيبقوا عايزين ياخدوا حبة شوية يفهموا ما ايه السيستم بالظبط في الحاجات دي، وازاي نكتب، ازاي نكتب الحاجة دي وما داخل نكتبش على الحاجة دي environment جديده. بالظبط. وبالذات كمان في التست لما بتيجي تاخدها وبتاع، بتلاقي الموضوع صعب شوية، ان انت مش فاهم هو انا ليه ما ينفعش اكتب دي ولازم اكتب دي مثلا، فاهم؟ ايوه. فتلاقي حوار الماركينج سكيم معاك يعني بيضايقك شوية لغاية ما تبدأ تتعود على الطريقة والسيستم المعين، ان هما بيكتبوا الطريقة دي ومش بيكتبوا الطريقة دي وكده. طيب بالنسبة لحتة الجامعات بعد ما بيخلصوا المدرسة ايه فايه ايه الاوبورتونيتيز اللي بتفتحها ايه اكتر في حتة الجامعات؟ بصي والله هي بجد هرجع اقول لك تاني، هي بتختلف كتير من مع سنة لسنة يعني على حسب. يعني مثلا السنة اللي فاتت نورث افريكانز عدد كويس منهم اتقبل بره في يو اس وبره عموما. السنة دي في معرفش ايه اللي حصل، ففي يعني ما فيش غير واحد او اتنين نورث افريكانز، يعني انا بتكلم عن الريجن بتاعنا نورث ايوه افريكانز. اتنين بس اللي اتقبلوا. حلو. يعني الاوبورتونيتيز بشهادة ايه بتبقى هي يعني عالية وكل حاجة، وبالذات لما تيجي تقدم كمان على universities عاملة relation مع ALA، فاهم؟ بيبقوا يعني موثقين حاجة معينة مع ALA، فبيبقى بيبقوا ان هم هياخدوا مثلا من ALA 3 students، ففي 3 students sorry رايحين في university معينة. ايوه اوكي. تمام. فالموضوع كويس جدا، بس ستيل برضو برجع اقول لك هي بتختلف جدا جدا من سنة لسنة على حسب الادميشنز السنة دي رايحة فين، فاهم؟ ايوه فهمت. طيب لو حد مثلا معرفش ممكن يفكر كده ليه اصلا، بس هو لما يخلص المدرسة مثلا حب يرجع لجامعة في مصر، هل هيقدر عادي ولا بيبقى في فرق؟ لو مخلص ثانوية عامة أكيد طبعا هيرجع عادي بالمجموع بتاعه، يعني اللي هو كان في ثانوية عامة عادي جدا. لو هو شخص مش مخلص زي كده، أنا ما خلصتش تالتة ثانوي، فهرجع للأسف لازم هعيد تالتة ثانوي تاني. يعني بيخلص المدرسة هناك ولو ما اتقبلش في جامعة بره بيرجع تاني هنا مصر يعيد تالتة ثانوي من أول وجديد؟ عشان مصر مصر مش بتقبل ليه كشهادة، يعني الشهادة بتاعتها مش، مصر مش معترفة بيها.
فعشان كده ما اعرفش ازاي يعني. حركة غبية الصراحة. قوي بجد، لان الواحد خايف بجد، الواحد خايف. عشان كده بنصح اي حد لو قدامك الفرصه وسنك صغير بجد خلص الاول ثالث ثانوي وقدم. بجد الموضوع هو هيقلل الستريس من عليك بطريقه رهيبه. يقدر يفضل eligible لحد بعد ثالثة ثانوي أصلا؟ على حسب سنك يعني، في ناس بتخلص بدري، في ناس بتبقى كبيره. يعني انا مثلا لو كنت خلصت ثالثه ثانوي ما كنتش هعرف اقدم في اللي عشان سني. طيب تمام. فهي مش بتبقى على حسب انت في انهي يير معين، في انهي اكاديميك يير، انت على حسب، بتبقى على حسب سنك في اللي، فاهم يعني؟ لو هتقدم عليه اللي بتبقى على حسب سنك، مش على حسب الجريد بتاعتك. اوكي تمام. طيب هو انا كان عندي سؤال يعني عامه. انت قلت انك كنتش طالبه في ستيم او كنت طالبه في نظام ثانوي عام حكومي عادي في مصر، فالدراسه بايه الايه بالانجلش باي جي ليفلز بكامبريدج، فالفكره ان دوت هو اعلى بكتير من طلبه الثانوي عام كمستوى دراسه. اوكي، فالفكره في التاقلم بتاعك، قدرت ازاي انك تتاقلمي مع طريقه الكريكولم دي؟ انا الستادي بتاعي كانت بالانجلش في مصر، فالموضوع الصراحه كان اسهل بكتير صراحه هنا عن الناس اللي جايه بالعربي. ده اولا. فانت لو انت انجليش لا تقلق يعني، الحوار هيبقى بالنسبه لك اسهل بكتير، لانك على الاقل عارف ازاي بتجاوب بالانجليش، وعارف وبقالك سنين بتجاوب بالانجليش يعني، وفاهم على الاقل الاسئله بتبقى بتسالك على ايه. لكن بقى تخيل معايا لو انت عربي خالص، فانت حرفيا الموضوع بيبقى صعب شويه. لكن حرفيا هتعدي اول ترم، بعد كده من ترم 2 بتبدا تتاقلم تماما تماما تماما، ولا اكنك عامل مثلا كنت يعني الستادي بتاعتك كانت كلها بالانجليش طول حياتك. ده اولا. ثانيا الموضوع زي ما قلت في الاول صعب شويه، عشان الطريقة مختلفة في الإجابة. يعني أنا مثلا مرة مثلا نقصت 3 درجات مثلا عشان إيه؟ عشان عملت سويتشنج لجملتين، المفروض أكتب دي الأول بعدين كتبت واحدة تاني بعديها على طول. فطلع قال لي ما ينفعش، ماي تيتشر يعني قال لي ما ينفعش، لازم تكتبي كده وبعدين كده. هي دي طريقة كامبريدج عشان في ماركينج سكيم، وهم بيحاولوا يسرعوا على قد ما يقدروا بالماركينج سكيم، عشان طبعا احنا في السي اي ايز بتاعتنا في الاخر خالص الاكزامز مش الاكاديمي هي اللي هتصححها. ف كده الموضوع يعني، بس الموضوع بجد كله ما هو الا انك بتتاقلم وتتعود على الوضع يعني. بس خليك متفتح انك تتعود وتتعلم، مش بتفايت بس يعني، فاهم قصدي؟ يعني ما تعملش أيوة. انك تحارب بس على ان انت اللي صح وهم اللي غلط. لا، تأقلم عشان هما بجد هما prepare you انك تبقى جاهز للسي اي ايز. اوكي تمام. طيب ايه، انا كنت عايزك تكلمينا اكتر عن الابلكيشن بروسيس بقى، وقدمتي ازاي، ويعني الجيرني بتاعت الابلاينج ذات نفسها. هي كانت صعبة الصراحة بالنسبة لي يعني، ما كانتش سهلة خالص. والحمد لله ان انا كان معايا شخص بيساعدني يعني، فالموضوع كان اسهل شوية. ابدأوا بدري بجد، ابدأوا بدري قوي 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 وانتوا بتابلاي، عشان الموضوع محتاج وقت كتير قوي، وانت بتكراش كده في حتت معينة. فلا هتحتاج ان انت فترة حلوة عشان تقعد تفكر هتكتب بس ايه في السكشن ده. انا الفاكرة ان هما كانوا بيسألوا عن نيد ده اول سكشن. تاني سكشن كان عن الليدرشيب، ومش فاكرة بقى اللي بعديها 3 سكشن او اللي بعديهم كلهم بقى كان حاجات عن انت عملتها. الاتشيفمنت. ايوه اتشيفمنتس كان ايوه تحققها وكده. تمام. ايوه، فانت بجد اول 2 سكشنز دول خدوا مني وقت رهيب، ان انا بس افكر انا هكتب ايه، وايه بجد الحاجة اللي عملتها عشان تالاين مع الحاجات اللي هم بيقولوها يعني في البرومبت اللي هم باعتينه. فكان خد يعني زي ما قلت لك خد وقت كتير. بس هو كاوفرول بعد ما بتبدأ يعني تجاوب على اول سيكشن تاني سيكشن، اعتقد الباقي بيبقى اسهل، لان اوريدي دي حاجات انت عملتها فمش هتخترع يعني.
اوكي تمام. طيب بعد ما كتبت الايسايز وكده، يعني كلميني اكتر عن البروسيس، يعني إيه اللي كان بيحصل، ايه الستبس اللي انت عديتي بيها وكده. ماشي. لو هناخد مثلا في السكشنز الصعبين اللي هم بالنسبة لي أول اتنين مثلا، بعد ما كنت أول حاجة كنت بفكر مثلا في كل سؤال. هو السكشن كان فيه 6 أسئلة مثلا أو 5، فكنت بفكر في كل سؤال الأول وأقرأهم كلهم عشان أعرف أنا هعرف هريليت، لأنهم كلهم ريليتد لبعض. فهل هعرف الفكرة اللي أنا هتكلم عليها هقدر أجاوب عليها كل الأسئلة ولا لأ؟ تمام. تاني حاجة ببدأ بكتب خلاص، حتى لو كتابة وحشة أو بتاع. مثلا كل الناس هنا أنا متأكدة إن هي، أو أغلبهم بلاش كلهم، أغلبهم الأسيس بتاعتهم بتبقاش أحسن حاجة وبيبقوا محتاجين حد يعدل لهم. بس اكتب بس الأول، بعدين حد هيعدل لك بعدين. يعني أنا كنت بكتب، والشخص أختي كانت بتعدل لي بعدين. ف بفكر زي ما قلت لك في الفكرة اللي أنا عايزة أتكلم عنها بعد ما أقرأ الأسئلة كلها، وأعرف أنا هعرف أريليت بالأسئلة كلها للفكرة بتاعتي ولا لأ. بعدين بفضل أكتب بس أكتب. وبيجي بقى في الآخر حكاية التظبيط، إن أنت بعد ما بتخلص كل سؤال، لأ أنا مثلا هظبط الحتة دي أكتبها بطريقة معينة. بقى تاخد فيدباكس كتير. مثلا خد مثلا، مش هقول لك طبعا الشات جي بي تي طبعا دلوقتي كله بقى حساس من الشات جي بي تي. فانت لو عادي ممكن تاخد فيدباك من الشات جي بي تي عادي جدا. يعني قول له مثلا، اديله البرومبت واديله الاسي بتاعه وقول له اديني فيدباك. طب واقعد اتكلم معاه، هل مثلا ده جاوب على السؤال ده مثلا؟ فانت بتقعد تتشات معاه وتشوف فعلا هو انت الاسي بتاعك مجاوب صح على البرومبت ولا لا. ايه تاني؟ بتخلي طريقة الكتابة، الستراكشر بتاع الاسي مهمة جدا قوي. فيعني احسن حاجة زي ما قلت لك، بعد ما تكتبه لازم حد يديك فيدباك، ولازم حد يعدل لك، وبالذات لو انت مش بتعرف تكتب اسي كويسة. طب بس معلش، عندي سؤال بس عن نقطة طريقة الكتابة دي. يعني هل في طريقة كتابة أحسن أكتب بيها؟ يعني مثلا أحسن أنا أكتب بطريقة ناريتيف ولا ستوري تيلينج، ولا يعني برضو عشان يكون ولا الناس فاهمة. الفورمال والاكاديميك صح؟ لا، ما دي على كل واحد براحته. لا انا مش قصدي على الطريقة اللي انت تكتب، مش قصدي على ال انك تكتب بتمبلت معين. انا اقصد على ان انت كطريقه كتابه، مثلا ان انا ما اقولش مثلا I go to school مثلا، فاهم؟ مهم. بس بس ممكن يعني بلاش استخدم السيمبل انجلش ده، فاهم قصدي؟ أوكي تمام. وبرضه ما استخدمش الحاجات بتاعت شات جي بي تي عشان بتتفيس قوي يا جماعه، بجد والله بتتعرف قوي. وبالذات ان دلوقتي كلهم بقى فعلا هنا حساسين قوي في حوار الشات جي بي تي حتى معانا يعني. أيوه الليجل، أيوه. بالظبط. طيب يعني بعد الابلكيشن، هو هنرجع تاني برضو الاجزاء اكتر في الابلكيشن. بس بعد ما الابلكيشن كان فيه فاينلز داي، فاحكي لنا بقى عن الفاينلز داي، ايه الاكتيفيتيز اللي فيه وكده. والله هو انا بالنسبه لي كان يوم لذيذ جدا الصراحه. في ناس كانت جايه ستريس، انا مش هقول ان انا ما كنتش متوتره، انا كنت اكيد متوتره، بس بجد هي اول ساعه وبعدين الموضوع كان لذيذ قوي. لعبنا وهزرنا وعملنا انترفيوز وخدوا شويه، عملوا لنا تيست كده معينه، بس بجد مش مهمه قوي يعني الناس ما تبقاش قلقانه منها. اول حاجه رحت، بدأنا بيبعتوا في الإيميل إن أنت هتتكلم عن نفسك في 3 دقايق أو دقيقة، مش فاكرة يا 3 يا دقيقة، مش فاكرة خالص. بتجيب حاجة معاك بتريليت للبرسوناليتي بتاعتك، وبتبدأ تتكلم عنها في دقيقة أو 3 دقايق. ماشي. أنا مثلا تمام. برضو خدت بدلة الكاراتيه والحزام الأسود بتاعي. مثلا في ناس جابت بطاطساية، في ناس جابت بروجكت هما كانوا عاملينه، في واحد جاب آه مش فاكرة، حاجة شبه البيانو كده بس صغيرة قوي. فبتختلف من شخص برضه لشخص، تجيب حاجة اللي فعلا بتريليت للبرسوناليتي بتاعتك وتبدأ تتكلم عليها. دي كانت أول حاجة. تاني حاجة، لعبنا لعب. زي كان في لعبة مثلا بيشوفك يعني انت هل بتنجيج في الموضوع ولا لا، هل بتقدر ان انت تشتغل مع تيم ولا لا. تمام.
فبنلعب لعبة كده شبه البازل، بنحاول نرتب الحاجات في التيم. هما بيقسمونا التيمز يعني. بعدين بندخل امتحان، مثلا امتحانين او 3، واحد كان ماس، واحد كان ساينسز، واحد كان بتكتب essays. بس دي مش، انا مش فاكره الصراحه هي كان ليها لازمه في ايه صراحه، يعني ما حدش قال لنا اي حاجه عنها خالص، يعني عن اهميتها. بعديها كل واحد بقى بيدخل هو الانترفيو. حتى هو حتى يعني اوكي، هي كانت امتحان ساينس وماس وكده، حتى الطلبة اللي هم بيدرسوا بالعربي هيمتحنوا ساينس وماس ولا بيمتحنوا علوم ورياضة؟ آه، انا معايا، انا ما كانش في حد خالص عربي، فكلهم امتحنوا انجليش، ما حدش خالص امتحن عربي. فانا ما اعرفش خالص حوار العربي، بس اعتقد فيه اكيد في بالعربي اكيد، لان زي ما هم عاملين لك الابلكيشن بروسيس ممكن تبقى بالعربي، يبقى اكيد في فاينلز داي هيبقى ممكن الحاجات اللي بيدوها لك بالعربي اكيد عادي يعني. او قدامك كمان الانترفيوز، انت لما بتدخل الانترفيو ممكن تتكلم انجليش، ممكن تتكلم عربي. انا اتكلمت عربي مثلا، فاهم؟ اوكي. بس فبتدخل الانترفيو بيقعد يسألك شوية أسئلة مثلا، بجد انا مش فاكره، او بس يعني انا هي بتختلف من شخص لشخص على حسب اللي بيعمل لك الانترفيو. ابلكيشن. والابلكيشن طبعا، فهو مش بيسالك قوي based on your application، بس بيسالك مثلا ايه، اتكلم مثلا عن نفسك. فانا الشخص اللي كان عامل لي الانترفيو خلاني اتكلم قوي، يعني ما سالنيش اسئله، لا بالعكس، هو قال لي اتكلمي وانا فضلت اتكلم بس. في ناس قالوا لا، ده كان بيقعدك يسال اسئله معينه، فاهم؟ فهي برضو بتختلف من ايوه. شخص لشخص على حسب اللي هيعمل لك الانترفيو. ممكن في سؤال مثلا اتقال لي، لو انت هتقعدي مثلا مع وزير التربية والتعليم، كان ساعتها شوقي، يعني اسمه شوقي صح؟ امم كان اه طارق شوقي، دكتور طارق. شوقي. دكتور طارق. هتقولي له ايه، او ايه الحاجة اللي انت عايزة، الاكشن اللي انت عايزة توصله له كده؟ أه بس بعدين بيجيبوا بيتزا، بيجيبوا لنا اكل يعني حلو قوي بجد. كان يوم لذيذ قوي اوفرول يعني. انا عن نفسي استمتعت قوي بيه قوي. اوكي، طب الاكسبتنس ريت بتاع الشباب اللي بيكونوا فاينالست يعني مثلا كام حد؟ لان السنه دي مثلا اتقبل عدد قليل خالص من الفاينالست دي، واحد انا او عارفه اتنين من ضمن عدد يعني كويس. عارفه ده على فكره. انت عارف ان احنا الابلكيشنز اللي اتقدمت ليه كانت تلت الابلكيشنز كلها بتاعت مصر. متخيل العدد؟ يعني ما تلت ايوه. الابلكيشنز كانت مصريين بس. فاحنا كلنا استغربنا ليه العدد قليل قوي اللي اتقبل. وكان بس كنا عارفين احنا ليه، عشان الموضوع متماركت له كويس قوي في مصر، فعارفين ليه الناس عارفه قوي عن ايه اللي. في يوتيوب تشانلز كتير قوي بقى الكونتنت بتاع ايه الايه بس. ايوه كتير. جوزيف وايوه كتير قوي. وفاطمه، ايوه عارفه. فالموضوع كان بالنسبه لنا كله اتصدم، يعني لو عدد قليل قوي قوي اللي اتقبل، بس خير يعني. آه، فسنة هنا كم اتقبل مثلا؟ آه، 6 أو 7 حاجة كده. عندك إيه أنا بس من عدد قليل يعني، كان من حوالي 20 واحد او 30 واحد مقدم، بس ولا مش كان زي اكتر؟ برضه، مش زي السنة دي يعني. لا استنى، وأنا اه. أنا كنت أنا وزياد. وأنت قصدك overall ولا قصدك في الإي دي؟ كاوفرول وكاي دي برضه يعني، بحيث ان الناس تبقى عارفه الاكسبتنس هو ريت. طبعا الإي دي طبعا بيتقبل منه العدد الأكبر. الار دي الحد الوحيد اللي اتقبل منه شخص واحد، سوري. يعني الار دي الواحد بس اللي اتقبل منه، كلهم اي دي. الباقيين كلهم اي دي، وواحد ويت ليست. يعني واحد ويت ليست، واحد اي دي، والباقي كله سوري، واحد ويت ليست، واحد ار دي، والباقي كله اي دي. فطبعا الايرلي ديسيجن بيبقى احسن بكتير كتير كتير كتير، فرصتك فيها اعلى بكتير. كان عددنا بقى كام اوفرول؟ انا وزياد وجوزيف واحمد وليد ومين تاني، الشاوي. لا عدد كويس يعني يا جمانة. آه، اوكي، طب حوالي 9 جميل أو قوي. 10 كده. آه.
طيب دلوقتي يعني انت اتقبلتي من الابلكيشن كفيرست ستيب، بعد كده من فاينلست داي، فبعد ما اتقبلتي يعني احكي لنا بقى الجيرني من اول ما اتقبلتي لحد الفيرست داي بقى في ايه بقى، والاكسبيرينس نفسها عامله ازاي وكده. انا كنت late arrival بس عشان ابقى يعني انا ما روحتش معاهم عشان الفيزا بتاعتي كانت مش حصلت مشاكل في الفيزا بتاعتي، حصلت مشاكل في السفارة فالفيزا بتاعتي اتعطلت شوية، فانا كنت late arrival انا وزياد. الموضوع هو موضوع سخيف شوية، كان موترني قوي للحظة اللي افتكرت ان انا مش هاجي. اول حاجة طبعا اول ما بتتقبل اول ما تعرف ان انت اتقبلت بتبدأ ان انت تبعت الفاينانشال ايد، بتعمل الفاينانشال او ثانية انا مش فاكرة واحنا بنعمل الفاينانشال ايد بعد ما بنتقبل كفاينالست ولا بعد ما نتقبل في ايه اللي دي مش فاكراها خالص. تمام. بس هو يعني انت بتقدم، المهم بيجي لك الباكج كله كامل على بعضه، تمام. بس غالبا تمام. بعد ما بتقبل كفاينلست غالبا، فانت بيجي لك الباكج، بتبدا الاول بتشوف حوار الفاينانشال ايد باكج، بتخلصه الاول ان انت بتشوف الايد بتاعك قد ايه كباكج، يعني فاينانشال ايد بتاعك قد ايه، هل هتعمل ابيل ولا لا، لو هتعمل تبدا تدخل البروسيس بسرعه وتخلص. بس وبعدين بقى بيبدا بقى بدايه الايه الفيزا. هم بيبعتوا لك باكج معينه، دوكيومنتس كده بيبعتوها لك، بتبدا ان انت تملاها وبتجيب الحاجات المعينه وبتروح تقدمها في السفاره. بعد ما هم بيبعتوها لك فيزيكلي، بييجوا يدوها لك، بيشحنوها وبيبعتوها لك. بتاخدها بتملاها، بتجيب الدوكيومنتس اللي هم طالبينها منك وتروح السفاره تقدمها، تستنى الفيزا بتاعتك وتسافر ليه. انا طبعا عشان انا حرفيا رحت السفاره مثلا اكتر من 10 مرات عشان الفيزا بتاعتي. لغايه هم كلهم طبعا سافروا وبتاع، ما كانش فاضل غير انا وزياد. اخدنا وقت كتير، يعني انا رحت متاخر شهر وشويه مثلا، تمام. كانوا اوريدي خلصوا الاورينتيشن بتاعتهم ودخلوا الكلاسز، بداوا كلاسز. فبس جبت الفيزا، سافرت. الموضوع كان overwhelming بصراحة جدا يعني. في الأول أنت داخل environment ما حضرتش orientation، فأوريدي ما تعرفش حد في الأورينتيشن، بيعرفوك على كل حاجة، فأنت داخل ما حضرتش orientation فما تعرفش حد خالص، ما تفهمش، مش فاهم حرفيا ايه اللي بيحصل. مش فاهم مثلا لو قالوا لك النهارده عندنا هاوس لانش، فانت مش فاهم ايه هاوس لانش، مش عارف يعني ايه هول ميتنج، مش عارف بيعملوها ازاي من امتى لامتى، حاجات كتير بقى، وبيبداوا يعرفوك على حاجات كتير في نفس الوقت، لان انت محتاج تكاتشب مع الناس اللي ماشيه، ومحتاج تاخد في طبعا لما بتروحوا بتاخدوا حاجه اسمها بليسمنت تيست عشان يعرفك انت هتدخل انهي سبجكت اللي هي سي اي ايز. فانا مثلا كنت عايزه فيزيكس مثلا وسي اس والماس، فانا بتدخل السي اس بيبقى بليسمنت تيست، بتاخد برضه بليسمنت تيست مثلا للفيزيكس وهكذا، وبيشوف درجتك يعني هتقدر تدخل الكلاس ده ولا لا، عندك زي باك جراوند عن السبجكت دي ولا لا. فلما رحت طبعا كان كل حاجه بقى بتخلص بسرعه، انت محتاجين يعني يدوك حاجات كتير قوي في نفس الوقت، وبيعرفوك على كذا حاجه في نفس الوقت عشان تكاتشب مع الناس اللي اوريدي دخلت وبدات الكلاسز، فاهم يعني. انا رحت مثلا انا في فيزيكس دلوقتي مثلا، لما رحت كان قدامي كانوا هم اوريدي مخلصين 2 chapters out of 4، فالموضوع كان overwhelming شويه، بس هي برضو على حسب انت هتقدر تكاتشب ولا لا. بس تمام. طيب دلوقتي انا كنت عايزك تكلميني عن الانيشيتيف اللي انت عملتيه عشان تتقبلي. هو كان في سيكشن في الإسايز ان هو كان عايز يعرف انيشيتيف انت عملتيها بقى، والابستكلز اللي قابلتك والحاجات اللي ما كنتش عارفه تحليها وهكذا. كنت عايز اعرف اكتر عن الانيشيتيف دي بقى عامله ازاي وهكذا. انا فاكره هو في النيد، فانا قلت النيد بتاعتي تمام، وقلت انا عايزه اعمل كذا كذا كذا، وان انا بتارجت مثلا الناس اللي في المدرسه من كذا لكذا، و
بدأت أقول بقى إن أنا عملت مثلا أنا مثلا عملت كامبس في المدرسة بتاعتي، وكان في سمر كامب كنت بخلي الناس تيجي. بدأت أعمل روح في المجال اللي أنا اوريدي أو في الفكرة بتاعتي يعني. فبدأت عملت كامب مثلا، كان سمر كامب، والناس جات من مدارس تانية. اتكلمت مثلا عن ان انا كملت في الطريق بتاعي مثلا، وعملت initiatives برضو في المدرسة بتاعتي، وبدأت اطلع بره المدرسة واعمل فيها initiatives و orientations. تمام. فاكرة ان هما كانوا بيسألوا مثلا ايه الخطوات اللي انت هتعملها بعد كده، او صح؟ ايوه، لو ما كانتش مكتمله كان ايه الستبس اللي هتكملي بيها بالظبط. الانشيتيف بتاعتك؟ بدأت أقول مثلا إن أنا هبدأ أعمل تيم ليا، وهنتوسع بقى في جمهورية مصر العربية بقى، فاهم، ما نتارجتش بس السكولز بتاعت المحافظة بتاعتي بس، لا نطلع بره المحافظة. بس الموضوع بجد مش صعب قوي، بس محتاج تفكير، يعني محتاج تفكر حبة حلوين. تمام. طيب هو انا دلوقتي هل بيبقى فيه رول موديل معين المفروض ان انا اخده، ولا اختار الرول موديل على اساس ايه؟ خالص، بجد بجد خالص. انا اتكلمت مثلا في الرول موديل بتاعي، اتكلمت على اختي. تمام. فالناس مش لازم ت... تجيب شخصية مشهورة جدا وحاجة واو وبتاع خالص. هما بجد مش يعني مش انت مش عشان اخترت مثلا الشخص الرهيب ده فانت هتتقبل، لا خالص. هما بيشوفوا في الحاجات اللي انت هتكتبها ايا كانت الاسئله، عشان مش فاكراها الاسئله اللي هي كانت على السكشن دي. هو كان غالبا بيتكلم عن الفاليوز مثلا اللي هو الشخص ده بيديها لك غالبا، او حاجه كده، صح؟ ايوه، الفاليوز بتاعته حاجه وحشه هو عملها، حاجه كويسه هو عملها كده، ازاي بالظبط. هما اتأثرت انت بيه. بيركزوا على الحاجات دي. وتخيل معايا مثلا انت لو شخص مثلا، لو بتتكلم عن اختك مثلا، او بتتكلم عن حد قريبك او في المحيط بتاعك، هيبقى more reasonable اعتقد، عشان الحاجات اللي هو بيسأل عليها دي بحسها حاجات محتاجة ان انت تبقى شايفها او تعاملت معاها او اوريدي عشتها. بس ده ما يمنعش ان في ناس اتكلمت عن شخصيات مشهورة وبتاع واتقبلت يعني عادي. فهي مش تماما مش بيفرق معاهم الشخصيات، على قد ما فعلا تحسسهم ان انت الفاليوز دي فعلا هو علمها لك، ايا كان الاسئله. الحاجه الغلط دي مثلا انت قلت له عليها، او انت لاحظتها في الشخصيه بتاعته، او هو عملها، فاهم قصدي؟ فموضوع اسهل يعني، مش لازم نفكر out of the box. ممكن عادي تبقى حد من محيط حواليك، مدرس مثلا، ممكن تتكلم على مدرس عادي، فاهم قصدي؟ هو كاتب كده اعتقد. ايوه. طيب هو اخر سؤال قبل ما نخش على الاسئله بتاعت الاودينس او الاسئله اللي كنا حاطينها في الفورم. كنت عايز اعرف اكتر عن الكامبس لايف والستودنت اكتيفيتيز، العيشه في ايه عامله ازاي وكده. والله هي اكسبيرينس لذيذة يعني. انت بتعرف ناس كتير قوي، وبتتعامل مع شخصيات مختلفة تماما تماما. بتتعامل مثلا مع كالتشرز مختلفة تماما، فاهم قصدي؟ يعني الحاجات اللي عيب عندنا مش عيب عندهم، والعكس صحيح. فانت بتبدأ تتعلم حاجات جديدة. لو انت مثلا شخص بتحب تتعلم لغات جديدة مثلا، فده المكان الصح جدا، فاهم قصدي؟ ايوه. فكسوشيال لايف هي بتعتمد على كل واحد وهي انتراكت معاه ازاي. فانت لو السوشيال لايف بتاعتك كويسه جدا وبتاع، وبتعرف تتعامل مع الناس وكده، هتحب قوي المكان هنا جدا. ايه تاني؟ الاكتيفيتيز، في اكتيفيتيز بالهبل هنا، بالهبل بجد يعني. كل شويه تلاقي في اكتيفيتي كتير، فاهم؟ وايفنتس كتيره. المدرسه بتهوست الايفنتس دي هنا كتير. وانت بتدخل فيها يعني، فاهم قصدي؟ فحاجات ايوه. وحاجات حلوه بجد والله، حاجات ممتعه يعني، بغض النظر عن ان انت بقى لازم تدخلها عشان يقولوا عليك ان انت بقى بتدخل بقى حاجات كتير وبتاع. لا، هي بجد حاجات ممتعه قوي.
بس ايه تاني؟ فهو كسوشيال لايف اكسبيرينس لذيذة قوي. اوكي تمام. طيب احنا فتحنا الشات لو حد حابب ان هو يحط اسئلته فيه، يعني الاسئله اللي كانت موجوده في الفوق. طيب في حد سأل على حته ان اقعد 10 سنين في افريقيا، يعني ايه قصه الجزئيه دي، ان انا لازم اقعد 10 سنين في افريقيا بعد ما اخلص ايه وكده؟ لا هو لازم، بس الناس ما بتعملش كده لان هم مش هيعرفوا اساسا انت رحت فين وجيت منين وكده، فاهم؟ ثانيا اساسا الباند ده اتشال السنه دي، اتشال واتحط مكانه ان انت هتدونيت $1 كل سنه بير يير. فما بقاش فيه الموضوع ده اساسا خلاص. طيب هل لازم يكون عندي سكيل معينة؟ يعني هو كان السؤال هل لازم يكون عندي مهارات تواصل بس، يعني بلاش مهارات التواصل بس، هل لازم يكون بعرف أعمل حاجة معينة علشان أخش أو كده؟ لازم يكون عندي السوشيال سكيلز كويسة ولا؟ السوشيال سكيلز بتاعتك عشان تقدر تتعامل مع في ايه كوميونيتي يعني. في ناس ممكن يعني تكون انطوائية بس الليدرشيب بتاعتها كويسة هكذا. هو صعب قوي انك تبقى انطوائي والليدرشيب بتاعتك كويسه، فاهم؟ لانك انت لو انت ليدر اكيد بتتعامل مع ناس كتير. فانت قصدك من ناحيه ايه مثلا؟ هل من ناحيه ان انا بعرف اتعامل مع الناس وبتاع بس انا مش بحب اتعامل مع الناس، فلو حاجات مثلا مش مفيده ليا او بتاع مش هتلاقيني دايما بره؟ فلا الموضوع ده عادي. يعني مثلا هنا مثلا في ايفنتس مثلا مش لازم تحضرها، عادي، كل واحد حر يعني، فاهم؟ أيوه. فانت لو شخص مش سوشيال جدا مثلا وبتحب تقعد اكتر في اوضتك، فلا عادي عندك المساحه انك تقعد وبراحتك. بس لو انت شخص اوريدي انتروفيرت مثلا ومش بتحب تتعامل خالص وبتاع، لا ما انصحش خالص، لا خالص يعني انك تيجي اللي اوكي تمام. طيب حد كان بيسأل برضو على يعني زي حاجة في كتابة الإيسايز، اللي هو هل أحسن حاجة إن أنا أكتب حاجات كتير مختلفة عني ولا أكون مركز على جزئية معينة مني؟ كايه طيب؟ يعني مثلا أنت قلتي إنك ركزتي على الآية اللي هي الكونغ فو بلاير أو الكاراتيه بلاير، سوري، يعني السبورتي بتاعك. ففي ناس مثلا ممكن تتكلم عن إنها مثلا بتحب التكنولوجي، بعد كده تتكلم عن إنها بتحب السبورت، بعد كده تتكلم وهكذا، بتبين جوانبها كلها، ولا عادي. أحسن حاجة إن أنا أمشي جانب واحد عني؟ لا اوريدي اساسا الاسئله عايزه تعرفك، عايزه تعمل زي holistic review عنك، يعني review كامل. ف انا لما اتكلمت مثلا انا في الاتشيفمنتس مثلا ما اتكلمتش كله عن الكاراتيه اكيد، لا طبعا في حاجات كتير قوي، وفي الاديشنال سيكشن مثلا اتكلمت عن حاجات تانية خالص ملهاش علاقه بالكاراتيه مثلا، ملهاش علاقه بالسبورتس. فلا تماما انت بتتكلم عن كل حاجه، بس هي على حسب السؤال، فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا هو بيقولك سؤال، كان في سؤال انا فاكراه اتاتش مثلا، اعمل اتاتش لعمل معين وقول هو ليه مهم قوي بالنسبه لك او ليه حاسه، مش فاكره قوي بالظبط بس. أيوه هو ده. فانا ده مثلا اتكلمت فيه عن الكاراتيه، تمام، وعن ماي جورني، ورفعت لهم شغل معين انا عاملاه، تمام. جيت تحت اتكلمت مثلا عن هو كان بيقول مثلا غالبا قول حاجتين او جايزتين انت خدتهم، فهتبدأ تتكلم عن الحاجات دي. فهي على حسب السؤال ايه، بس انت قصدك ولا انت قصدك في نفس السؤال تتكلم عن كذا حاجة؟ هو يعني هو اللي انا فهمته من السؤال ان هو بيقول اركز عليها في الاب كله، يعني اكتب حاجات كتير مختلفه عني ولا شيء معين اركز عليه في الاب كله، فهو نسبه كبيره يقصد الابلكيشن عامه. لا ما اعتقدش ان دي حاجة كويسة، اعتقد ان انت تقول كل حاجة عندك احسن بكتير. يعني ليه اركز على حاجة معينة؟ ومش هتلاقي حتى الابلكيشن كلها، لا يمكن تلاقي عندك حاجة معينة انت مركز عليها هتخلص لك الابلكيشن كله، لا يمكن، انا شايفة كده طبعا. يعني اكيد في حاجات
تحت هتبقى محتاج تكتبها غير الحاجة المعينة اللي انت بتتكلم عنها. طيب هل في reason بيخلي يعني حد كان شايف ان هو عمل الانيشيتيف ديت كانت مثلا ساعدت ناس كتير فعلا، مثلا الرول موديل بتاعه اتكلم عنه بشكل كويس، وفعلا الرول موديل بتاعه يعني هو حاسس ان الابلكيشن كله يعني متوافق فعلا مع النوعيه من الطلبه اللي هي عايزاه ايه ومقاد بشكل كويس جدا في الابلكيشن. تمام. فممكن يكون ايه سبب الريجكشن اللي هو يكون خده؟ انت تعرف ان هم بيختاروا من كل بلد نسبة معينة، صح؟ فلو حظك مثلا ان لازم نجيب مثلا بلد دي شخص حتى لو اقل منك، وانت مثلا their نفس اوبشن مثلا، فلا طبعا هيفضلوا الشخص من البلد دي. فهي بجد صدقني انا معرفش قوي حوار، لان احنا حتى هنا تلاقينا مختلفين تماما عن بعض كمصريين، في اختلافات، فهي ما تفهمش بالظبط هما بيعملوا ايه، وبتختلف طبعا من يعني على حسب مين اللي بيشوف الابلكيشن بتاعك. تمام. فانت بتعمل اللي عليك بقى، والباقي على ربنا بقى، يعني خير يعني. اوكي، يعني انا حتى لو كان الابلكيشن بتاعي كويس قوي ويعني ابروف ان انا اخش ALA، ممكن ان انا ما اخشش ALA لمجرد ان العدد مكتمل، او ان هم عشان بس العدد ما يعديش ال 130 طالب او ال 140 طالب بتوع ALA. بالظبط، وارد جدا، ممكن عشان كده يحطوه كويت ليست مثلا، فلو محدش جه او كده تقدر انت تدخل مكانه. فبجد اهم حاجة بس اعمل اللي عليك وان شاء الله خير، يعني فاهم قصدي؟ اوكي تمام. طيب هو احنا كده يعتبر خلصنا الاسئله. كنت بس عايز اسالك على او يعني ادفايس او حاجه تنصحيها للابليكانتس اللي عايزين يقدموا على ايه السنه الجايه. ادفايس. امم اول حاجة يا جماعة، تقبلوا الاخرين بجد بطريقة مش يعني، بلاش تبقوا judgmental على الناس عموما لو هتيجي او لو اوريدي اتقبلت، ولا انت قصدك في ادفايس في application؟ الابلكيشن بروسيس عامه. ايوه. be realistic على قد ما تقدر، وفعلا فعلا وريهم ان الحاجة اللي انت عملتها دي، عشان بيأكدوا على الحوار ده قوي even في اليونيفرسيتي essays او الابليكيشنز بتاعتهم، بيأكدوا قوي ان انت توريهم الفاليو او الورك اللي انت عملته، مش ان انت مجرد بس جزء من الحاجة دي، فاهم قصدي؟ ايوه. بيحبوا قوي كده ان انت توريهم فعلا ان الفاليو هنا. انا عملت مثلا، انا دلوقتي مثلا فولنتير في رسالة مثلا، تمام؟ تمام. فبس لو قلت كده يبقى ده ما يهمهمش ايه رسالة مثلا، يعني ايه انت في رسالة في تشاريتي، يعني ايه بتعمل، ايه اللي عملته، ايه الكوميونتي سيرفيس اللي انت قدمتها. بيبقوا محتاجين فاليو معين انت عملته او ورك معين انت قدمته، بيوريهم الشخص ده يقدر يعمل كذا وكذا وكذا، عنده الفاليو دي، ممكن لو جه هنا يقدر يمبروف الحاجة دي كده. اوكي تمام. طيب احنا كده السيشن بتاعتنا مع آية خلصت عن African Leadership Academy. اتبسطت جدا ان انا قعدت معاك يا آية. انا اكتر. وكده السيشن تكون خلصت. تمام، شكرا جدا بجد ليكم. ولو في اي اسئله ما فيش مشكله، إن لو حد يعني محتاج يبعت لي، it's fine, you can do it. وان شاء الله خير يا جماعه، واعملوا اللي عليكم يعني، بس مش اكتر.